السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. كنتوا طلبتوا مني نكثر لكم الوصفات تاع المول الاسطوري. دونك اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه البراونيز في المول الاسطوري. يجي بزاف طري من الداخل ومن برا مشقق وفيه ديك الطبقه المقرمشه. وصفه رائعه وبزاف بنينه. دونك تابعوا معايا الوصفه بالتفصيل باسكو هاد لا غوسيت 50% مقادير و50% طريقه تحضير وطياب. اذا نبداو في الوصفه على بركه الله. اولا غادي نحتاج 200 غرام تاع الشوكولا. ديروا خليط بين السوداء وبالحليب. ما كاش عندك الخليط ديري اي وحده فيهم. نزيد لهم 75 غرام تاع لا مارغرين. شوفوا بزاف اللي شفتها تقول لك ما ديريش بلا بات غلاسي باسكو ما تنجحش. اليوم انا تعمدت درتها بلا بات غلاسي ونجحت معايا وجات ما شاء الله. دونك ذوبتهم في رحبه. ديروهم في ميكرووند ولا في كاسرونه يعني كيما تبغوا. المهم بعد ما ذوبتهم خليتهم يدفاو على جهه، ما تخدموش بها وهي حاميه. ثانيا نروح في وعاء نجيب 2 حبات بيض، رشه تاع ملح، نص كاس تاع سكر ابيض، ونخلط المكونات تاوعي بون فوي ولا بالباتوغ كيما تبغوا. يعني ليسونسيال لا خلطتو بالباتوغ ما تخلطوش بزاف حتى وين يذوب السكر 100%. نجيب الخليط تاع الشوكولا والمارغرين. لهنا ضروري يكون دافي ماشي حامي، ما تخدموش به وهو حامي. كملت خلطت مليح، من بعد رحت للنواشف. شوفوا بالنسبه للنواشف اللي بغات تخدم بالميزان، يعني اللي عندها ميزان، عندك 50 غرام تاع الفارينه و15 غرام تاع كاكاو بني. خدموا بكاكاو تكون نوعيه تاعه مليحه باش يجيكم البغاونيز تاعكم بنين. اللي ما عندهاش ميزان شاد دير ربع كاس تاع الفارينه تغرب ليها مع 2 مغارف كبار معمرين مليح تاع كاكاو بني. والمقادير كما العاده تلقاوني كاع كاتبتهم في صندوق الوصف. ضغطوا على العنوان وتلقاوهم مكتوبين تماك. اذا هنا كما قلت لكم غربلتهم ومن بعد بقيت نخلط. شوفوا لهنا القوام تاع الخليط كيفاش راه خفيف، مي غير بقيت يعني نخلط بدا ينشف شويه. علاش؟ باسكو راه البرد والشوكولا يعني بالخف تشد روحها. اذا لهنا ما تخافوا ما والو عادي. لهنا كاضافه درت حبات تاع قرقاع هكا، قطعتهم هكا مرسوات صغار وضفتهم للخليط. تبغوا ما ديروش لكم الاختيار. جبت المول الاسطوري درت له بابي كويسون باش يساعدني من بعد في الخدمه، وفرغت الخليط تاعي. اذا نشوفوا لهنا غير من راه البرد يعني ورانا في الشتاء، القوام تاع الخليط راه كيما هكا قدامكم يعني شاد روحه متماسك. مي لو كان ديروا نفس المقادير يعني في الحمان بيان سور غادي الخليط تاعكم يكون جاري، ما تخافوش منه عادي. لهنا من الفوق كتزيين درت حبات تاع قرقاع كيما هكا ومرسوات تاع الشوكولا، وغادي ندخلها طيب في فرن مسخن من قبل على نصف ساعه. يعني شعلته من قبل حما غايه، درته على 180 درجه وغادي نشعل عليها غير من التحت. اللي بغاو يطيبوا غير من التحت كي تشوفوهم طابوا من التحت وبداو يديروا لكم هذيك الطبقه المقرمشه من الفوق، دخلوا الخدمي وتيستو لي براونيز تاعكم. يعني لا خرج الخدمي تاعكم ناشف راهم واجدين. شوفوا لهنا كل وحده وطيبهم كيما تبغي. انا بصراحه لي براونيز ما نبغيهمش سايحين بزاف من الداخل باسكو امبوسيبل ناكل هذاك الخليط كيما هكا، ما نجمش. اللي تبغيهم سايحين ما تكتري لهمش الطياب. يعني انتي خطره على خطره تيستي بالخدمي تاعك. انا نشفتهم شويه مي كي كليتهم ماشي ناشفين، تحسوهم مشمخين من الداخل. لهنا خليتهم بردوا شويه ومن بعدها جيت بقيت نقسم فيهم بهذه الطريقه. قسمتهم على 6 من بعد قسمتهم على 2. يعني هذا المول الاسطوري عطاني 12 مرسو تاع براونيز، مرسوات ملاح كيما راكم تشوفوا. تبغوا تقدموا البراونيز تاعكم كيما هكا. شوفوا كيفاش جا مشقق. ديجا كي تشوفوه مشقق ودار لكم هذه القشره من الفوق عارفوه باللي راه ناجح معكم 100%. انا كانت عندي شوكولا اتارتيني دونك درتها كتزيين. درت كيما هكا خطوط وزدت درت لهم حبات تاع قرقاع من الفوق. ودركا كيما شفتوا حضرت البراونيز بلا بات غلاسي ونجح معايا يعني شكلا ومذاقا. الشكل راه قدام عينيكم، يعني جا مشقق من برا دار لي هذيك القشره تانيك، والمذاق بزاف بنين. يعني جربوه باش تعرفوا يعني شاني نقولكم. وصفه رائعه. شوفوا لي لهنايا كيما راكم تشوفوا من الداخل ما جاتش ناشفه، من الداخل جات طريه مي ماشي سايحه. اللي تبغيها يعني سايحه كل وحده والذوق تاعها. اللي تبغيها سايحه ما تكترش عليها الطياب. يعني كي تيستي بالخدمي وتخرجه يعني ماشي ناشف طفي عليه، هذا ما كان.
اذا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. واذا عجبتكم ما تبخلوناش بجمال لا فيديو، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.